السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله هناخد النهاردة تضاريس وطننا العربية. تعالوا نتعرف على تضاريس الوطن العربي. عشان أتكلم على التضاريس لازم أعرف أهمية امتداد حدود الوطن العربي مع ظاهرات سطح طبيعي اللي هي التضاريس: جبال، هضاب، بحار، محيطات، أنهار. كل دي ظاهرات سطح طبيعي. ربنا سبحانه وتعالى يا ولاد وهب الوطن العربي أشكال مختلفة من مظاهر السطح لم تكن عائقا أمام وحدة دول الوطن العربي. أولا الظاهرات دي حمت الوطن العربي من الانحراف وحافظت على شخصيته العربية وساهمت في تحقيق الوحدة بين أبناء الوطن العربي وساعدت على اتصاله بالعالم الخارجي، حيث أحاط ربنا سبحانه وتعالى بالجبال والبحار والهضاب والسهول اللي حافظت على شخصيته العربية من الانحراف. زي ما احنا شايفين في الخريطة، شماله البحر المتوسط، غربه البحر الأطلنطي، في الشرق في جبال زاجرس وكردستان ومعاه الخليج العربي والبحر العربي، في الجنوب المحيط الأطلنطي وباقي دول قارة أفريقيا. زي ما احنا قلنا في حدود الوطن العربي. طيب عايزين نعرف سطح الوطن العربي بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي اتشكل ازاي؟ قال لي عن طريق عدة عوامل. في عوامل باطنية من باطن الأرض وعوامل خارجية من خارج الأرض، يعني من فوق سطح الأرض. العوامل الباطنية 3: الحركات الالتوائية، الحركات الانكسارية، والثورات البركانية. الحركات الالتوائية دي عبارة عن ايه؟ قال لي دي عبارة عن طي والتواء في القشرة الأرضية بيؤدي إلى ارتفاع بعضها وانخفاض البعض الآخر، فبتكون سلاسل جبلية مرتفعة. دي الحركات الالتوائية. أما الحركات الانكسارية قال لي هي حركات باطنية من باطن الأرض أصابت الصخور أدت إلى تشققها وانكسارها في باطن الأرض، مما أدى إلى ارتفاع بعض الأجزاء وانخفاض بعض الأجزاء الأخرى مكونة الجبال. ودي بالنسبة للارتفاع. طب والانخفاض قال لي بيؤدي لتكون البحار والمحيطات. طيب والثورات البركانية قال لي ديت خروج المواد المنصهرة من باطن الأرض وتراكمها مكونة الشكل مخروطي، ودي بتكون إما جبال أو هضاب أو جزر بركانية. طيب ده بالنسبة للعوامل الباطنية اللي هي من باطن الأرض. طب والعوامل الخارجية قال لي التعرية المائية والتعرية الهوائية. التعرية المائية اللي هي مين؟ النهرية والبحرية، اللي هي فيها المياه بتقوم بنحت الصخور وإرسابها في أماكن أخرى مكونة أشكال مثل دلتات الأنهار والشواطئ. طب والتعرية الهوائية قال دي بتتمثل في نحت الرياح للصخور وإرسابها في أماكن أخرى بينتج عنها أشكال متعددة من الأشكال الصحراوية زي الكثبان الرملية اللي بتشبه البحر الرمال العظيم اللي على الحدود بين مصر وليبيا. طيب تعال نشوف مظاهر سطح الوطن العربي. قال لي بينقسم سطح الوطن العربي لعدة أشكال من مظاهر السطح، منها الجبال، الهضاب، الأودية الجافة، الواحات، التكوينات الرملية والسهول. تعال بقى ناخدهم واحد واحد بالتفصيل. اما نيجي نتكلم عن جبال الوطن العربي بنقول اللي بيوجد العديد من الجبال في الوطن العربي سواء في الجانب الاسيوي او الجانب الافريقي. طيب الجبال بتنقسم الى ايه؟ قال لي نوعين: جبال التوائية وجبال انكسارية. الجبال الالتوائية نتيجة الحركات الالتوائية اللي احنا لسه قايلين عليها، ودي موجود في جبال زاجرس وكردستان، جبال عمان، وجبال أطلس. دول كلهم اتكونوا نتيجة الحركات الالتوائية في باطن الأرض.
طب والجبال الانكسارية؟ قال لي دي بتتكون نتيجة الحركات الانكسارية. زي ايه؟ زي جبال بادية الشام وزي جبال البحر الأحمر. طيب ده بالنسبة لأنواع الجبال. تعالوا ناخد أمثلة للجبال. اما يقول لي ما هي الجبال الالتوائية، اقول له جبال نشأت نتيجة الحركات الباطنية اللي هي الحركات الالتوائية في باطن الارض. وامثلتها جبال زاجرس وكردستان، جبال عمان، وجبال اطلس. هناخد مثل واحد عنهم وهو جبال اطلس. الجبال دي يا اولاد هي عبارة عن سلسلة جبلية ممتدة من الغرب للشرق في 3 دول عربية، وهي المغرب والجزائر وتونس. ودي عبارة عن سلسلتين جبليتين متوازيتين. جبال أطلس التل في الشمال وأطلس الصحراء في الجنوب، وبيحصروا ما بينهم مجموعة من الهضاب منها هضبة الشطوط. طيب لما يقول لي بما تفسر تسمية هضبة الشطوط بهذا الاسم، أقول له بسبب كثرة البحيرات المالحة وشواطئها اللي موجودة فوق هضبة الشطوط، عشان كده سميت بهضبة الشطوط لكثرة شواطئ البحيرات المالحة اللي موجودة فوق سطح هضبة الشطوط. اهي يا ولاد شايفين؟ ادي اطلس التل في الشمال اهي، وادي عندي ال3 دول، تونس وادي الجزائر وادي المغرب، وادي اطلس الصحراء اهي في الجنوب، وادي هضبة الشطوط محصورة ما بين أطلس التل في الشمال وأطلس الصحراء في الجنوب، ممتدة في 3 دول عربية. يبقى أنا جبال أطلس ممتدة عندي من الغرب للشرق في 3 دول عربية، المغرب والجزائر وتونس. ودي عبارة عن سلسلتين متوازيتين، أطلس التل في الشمال وأطلس الصحراء في الجنوب، وهضبة الشطوط محصورة بين السلسلتين. ده بالنسبة لجبال أطلس. طيب تعالوا ناخد للجبال الانكسارية. ايه هي؟ اقول له يا جبال نتجت نتيجة حدوث انكسار في القشرة الأرضية اللي هي الحركات الانكسارية الباطنية. زي مين؟ قال لي جبال البحر الأحمر وجبال الشام. تعالوا هناخد مثل وهو جبال البحر الأحمر. قال لي جبال البحر الأحمر دي هي سلسلة جبلية ممتدة على ساحل البحر الأحمر في الجانبين، الجانب الآسيوي والجانب الأفريقي. بص معايا كده يا ولاد اهي. في الجانب الآسيوي لها 3 أسامي: الحجاز وعسير ومرتفعات اليمن. ده في الجانب الآسيوي. طب وفي الجانب الأفريقي بيطلق عليها اسم جبال البحر الأحمر، ودي ممتدة في مصر والسودان وجيبوتي. يبقى أنا عندي هنا جبال البحر الأحمر بتوجد على جانبي البحر الأحمر، جزء منها في الجانب الآسيوي بيطلق عليه الحجاز وعسير مرتفعات اليمن، وجزء في الجانب الأفريقي بيطلق عليها كلها على بعضها سلسلة جبال البحر الأحمر، ودي ممتدة في مصر والسودان وإريتريا وجيبوتي. طيب في جبال الشام كمان، ودي ممتدة على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط اهي، طول الشرقي البحر المتوسط. ودي بتنحصر بين عدة سهول بتجري فيها بعض الأنهار. زي ايه؟ قال زي نهر العاصي في سوريا، ونهر الليطاني في لبنان، ونهر الأردن في الأردن. ودي مجموعة جبال اهي بادية الشام: جبال لبنان الغربية، جبال لبنان الشرقية، جبل الدروز، جبال أمانوس. كل دي جبال موجودة في بادية الشام. ده بالنسبة لجبال الوطن العربي. طب تعالى للهضاب. قال لي الهضاب في الوطن العربي بتنقسم إلى مجموعتين: هضاب في الجانب الأفريقي وهضاب في الجانب الآسيوي. هضاب الجانب الأفريقي فيها هضبتين مهمين: هضبة أفريقيا الشمالية، ودي بتقع وبتمتد من جبال البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا، ومن ساحل البحر المتوسط شمالا،
وحتى دول وسط افريقيا جنوبا، وبتعد اكبر هضاب قارة افريقيا لانها واخدة شمال القارة كله. اتنين، هضبة الشطوط، ودي جزء من هضبة افريقيا الشمالية، وقلنا انها بتنحصر بين سلسلتين اطلس، اطلس التل في الشمال واطلس الصحراء في الجنوب. اما يقول لي اهو زي ما كنت بقول بما تفسر تسمية هضبة الشطوط بهذا الاسم، اقول له نسبة لمجموعة البحيرات المالحة اللي بتنتشر فوق سطحها وبتكثر شواطئها، وعشان كده سميت بهضبة الشطوط. ده بالنسبة لهضاب الجانب الافريقي. طب وهضاب الجانب الاسيوي؟ قال لي 3 هضاب: هضبة حضرموت في جنوب شبه الجزيرة العربية، هضبة نجد في وسط شبه الجزيرة العربية، وهضبة بادية الشام في شمال شبه الجزيرة العربية. طيب ده بالنسبة للهضاب. نيجي للنوع الثالث وهو الواحات. ايه هي الواحات؟ قال لي عبارة عن منخفضات في الصحراء. الواحات هي منخفضات في الصحراء صالحة للحياة لأن تربتها بتبقى خصبة، وبيتم فيها الزراعة على مياه الآبار والعيون، وبيعيش فيها بعض السكان اللي بيعملوا وبيمارسوا مهنة الرعي، وبتربى فيها الحيوانات زي ايه؟ قال زي واحد سيوة والفرافرة والداخلة والخارجة والوادي الجديد في مصر، وواحد الكفرة في ليبيا. ده بالنسبة للواحات. شايفين الصورة يا ولاد؟ هي دي شكل الواحة. طيب نيجي للأودية الجافة. ايه هي الأودية الجافة؟ قال لي دي عبارة عن أودية للأنهار كانت تملاها مياه الأمطار قديما ثم جفت. طيب لما يقول لي بما تفسر أهمية الأودية الجافة، أقول له لها أهميتين: الأولى بتستخدم كطرق للمواصلات في الصحراء، تاني حاجة بيسهل الحصول على المياه الجوفية منها. أمثلتها وادي العلاقي في مصر، ده شكل وادي العلاقي في مصر يا ولاد في الصحراء. بعد كده التكوينات الرملية، وقلنا إن هي عبارة عن تجمعات رملية مختلفة الأشكال والأحجام ولها مناظر رائعة زي الكثبان الرملية وبحر الرمال العظيم اللي بين مصر وليبيا. شايفين شكل الرمال عاملة ازاي يا ولاد؟ ناعمة جدا، والرياح بتشكل فيها أشكال رائعة بتخلي مناظرها جميلة في الصحراء. نيجي بقى لتالت حاجة وهي السهول. لما اجي اتكلم عن السهول بنقول هي أرض سهلية منخفضة من سطح اليابس بتتميز باستواء سطحها. طيب السهول دي يا ولاد أنواع، ما هيش نوع واحد. أنواع السهول إيه؟ قال لي في سهول فيضية وفي سهول ساحلية. السهول الفيضية بتبقى حوالين مجاري الأنهار، وبتبقى بتتميز بخصوبة تربتها وصلاحيتها للزراعة. 2 السهول الساحلية، ودي بتوجد على سواحل البحار والمحيطات. تعالوا ناخد السهول الفيضية. السهول الفيضية اتكونت ازاي؟ عن طريق ترسيب المواد العالقة بمياه النهر اللي بيجيبها معاه، زي الطمي اللي بيجيبه نهر النيل من السودان، اللي ادى لخصوبة التربة في مصر وصلاحيتها للزراعة. طيب ايه النتائج المترتبة على تكون السهول الفيضية؟ قال له خصوبة التربة، صلاحيتها للزراعة، ارتفاع الكثافة السكانية فيه. طالما في زراعة هلاقي كثافة سكانية. وبلدنا مصر يا ولاد ربنا سبحانه وتعالى وهبها نهر النيل اللي يفيض بالخير عليها وبيمنحها التربة الخصبة والماء الوفير عشان تبقى بلد زراعي. ده بالنسبة للسهول الفيضية. طب والسهول الساحلية؟ قال دي ربنا سبحانه وتعالى وهب الوطن العربي سهول ساحلية مختلفة الاتساع ومتنوعة المواد والاستخدامات. ازاي؟ قال لي في سهول ساحلية تربتها خصبة صالحة للزراعة زي السهول الشمالية للوطن العربي اللي بتطل على البحر المتوسط، ودي بتقوم فيها الزراعة على مياه الأمطار أو تحلية مياه البحر أو الايه مياه الآبار والعيون. 2 في بيستخرج منها الثروات المعدنية زي
سواحل البحر الأحمر والخليج العربي اللي بيستخرج منها المعادن، وفي منها بيستخرج منه مصادر الطاقة، زي برضو سهول البحر الأحمر والخليج العربي حيث يوجد البترول. زي ما احنا شايفين دي السهول الساحلية هي بتطل على بحر أو محيط. ما يجي يقول لي الوطن العربي بتمتد حدوده مع ظاهرات طبيعية، ايه النتائج المترتبة على امتداد حدود الوطن العربي مع ظاهرات طبيعية؟ اولا لم تكن عائق امام وحدة دول الوطن العربي، بالعكس ده كانت البحار دي مثلا زي البحر الاحمر وسيلة اتصال بين الدول العربية، لم يكن عائق امام اتصال دول الوطن العربي الاسيوي والافريقي. اتنين، ساعدت على وحدة دول الوطن العربي لان كله اصبح داخل كتلة واحدة من اليابس اللي هي كتلة الجانب الاسيوي للجانب الافريقي، حيث لم يكن البحر الاحمر عائقا بين اتصال الجانبين، بالعكس ده كان وسيلة اتصال ووحدة بين دول الوطن العربي. حافظت على شخصية الوطن العربي مميزة من التطرف والانحرافات الخارجية. أربعة، ساعدت بحار ومحيطات الوطن العربي على الاتصال بالعالم الخارجي، يعني البحر المتوسط ساعد على اتصال دول الوطن العربي بأوروبا. المحيط الأطلنطي ساعد على اتصال دول الوطن العربي مع القارتين الأمريكتين. البحر الأحمر ساعد بين اتصال الجانب الأفريقي والجانب الآسيوي. المحيط الهندي ساعد على اتصال دول الوطن العربي مع دول آسيا سواء في الشرق أو في الجنوب. خمسة، نهر النيل ساعد على انتشار الإسلام والثقافة العربية إلى قلب أوروبا ودخول العديد من الدول الأفريقية في الإسلام زي السودان. يبقى كل دي كانت فايدة وجود حدود الوطن العربي وامتدادها مع ظاهرات طبيعية، هي ساعدت الوطن العربي ولم تكن عائق أمام اتصاله بالعالم الخارجي. كده الدرس خلص يا ولاد، وإن شاء الله أشوفكم في الدرس الجاي. أتمنى تحلوا الأسئلة دي وتبعتوها لي في التعليقات، واللي بيدخل قناتي لأول مرة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل الدروس الجديدة، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله.